القرمة. وكذلك في مباراة الميناء أيضا سجل هدفين، وفي مباراة نادي القرمة هو من سجل هدف التعادل بتلك المباراة. واليوم أيضا كلاعب أساسي في كتيبة المدرب راضي شنيش، هذا نهاد محمد لعب وهو القادم من الطلبة، لعب للطلبة للكرخ ولنفط ميسان، وانتقل للكهرباء في وسط الملعب. نقلة هناك من علي، مرت عند اللاعب محمد يلعبها، نقلة هناك في الجهة اليمنى لعلام هاوي وبمنتصف الملعب، تتهيأ بالراس الابعاد ياتي تتخلص وتعود عند المدافع من خضر علي، نقلة الى الماضية راية مصطفى والبشير بعد ان عدى كان متسلل. شاهد البشير بن محمد التونسي باللقطة الماضية، البشير كان متسلل، وهذا الواضح بالصورة مرتضى علي هو لعب للفريقين، لعب لنادي الكهرباء ولعب لنادي النجف، واليوم بقميص النجف يواجه الكهرباء من خلال هذا اللقاء. وعند اللاعب أحمد عايد من حيدر نقلة عادت هنا عند المدافع من خميس، تلعب الكرة بوسط الملعب، هناك نقلة للجهة اليسرى، حسام يحاول عدت الكرة من علي، لا زالت مستمرة بمنتصف الملعب، والمرور بهذه الكرة انقطعت عند اللاعب فابريس عاد الكرة مرة أخرى تصل هناك من فابريس لمحمد جاسم، والآن ماكنزي يحاول، أحمد حسن عدى يقود هجوم من الجهة اليسرى لمصلحة غزلان البادية للنجف، فتعود الكرة لحيدر عبد الكريم، نقلة من حيدر عبد الكريم لمنتظر عادل، والابعاد ياتي تتخلص من اللاعب البشير، تدخل وابعد تلك الكرة الى خارج ارضية الملعب. نشاهد محمد هنا توجيهات للمدرب راضي شنيشل، وهناك للمدرب عبد الغني شهد لكتيبة النجف لغزلان البادية امام الكهرباء من خلال هذا اللقاء. فيا ترى من يخطف النقاط الثلاثة بمباراة اليوم؟ تحركات اللاعب الطموح الشاب أحمد عايد الواضح بالصورة بالرقم 90 باللقطة الماضية، وأيضا نظرات لحكم المباراة من يضبط هذا اللقاء، حكمنا الدولي محمد طارق. جانبية تلعب الكرة من محمد جاسم كابتن، وكرة بالراس تتخلص من محمد إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو محمد قاسم، واحد من نجوم نادي النجف ونجم الفريق، كابتن الفريق. هذا خضر علي يلعبها من خضر علي، وتتهيأ الكرة بمنتصف الملعب. دومينيك مندي يبحث عن رفيق، يبحث عن الزميل بهذه التحركات. الكرة لا زالت ما بين هناك دومينيك وهناك إياي أتيموين وهناك البشير بمنتصف الملعب. بعد تحركات هذا اللاعب دومينيك مندي السنغالي باللقطة الماضية هذا الموسم الماضي عند هدف من منتصف الملعب في شباك نادي الكرخ. وصلت الكرة هناك بعد أن عدت ولا زالت، وهو الموسم الثاني مع نادي النجف. أحمد عايد، سلامة لأحمد، سقوط باللقطة الماضية، نقلة طويلة للأمام، مرت الآن تتهيأ الكرة وتعود هناك ما بين اللاعب دلاهي من محمد يحيى دلاهي، وتراجع للاعبين نادي الكهرباء. هنا ضغط للنجف وإلى خارج أرضية الملعب. هي تغادر أرضية الملعب باللقطة الماضية. علام هاوي بنزعات الهجومية الرائعة بأيام جميلة، علام هاوي بذلك العطاء الذي كان يقدمه مع نادي الزوراء، مع القوة الجوية، مع الشرطة، مع أربيل، ومن ثم انتقل لنادي النجف ليكمل مشواره مع غزلان البادية. ولا زال علام هاوي بهذا العطاء وبهذا التقدم يبحث عن هدف أول لمصلحة فريقه من خلال مباراة اليوم. ماشية الكرة الآن هي بنقلة، وصلت هناك بمنتصف الملعب، تنقطع من علاء وعدت هناك حسام كاظم، يحاول من حسام لمحمد قاسم، دخل محمد قاسم، عدى محمد قاسم وانقطعت الكرة، انقطعت يا خميس من محمد يحيى دلاهي باللقطة الماضية، وخميس بالمتابعة. وهذا محمد سويعيد بعد أن تراجع ليقطع الطريق على لاعبين نادي النجف ويمنع الكرة من العبور. تعود هنا عند الحارس رضا
عبد العزيز، نقلة طويلة بمنتصف الملعب بالراس محمد دلاهي، وصلت وهنا الخطأ. حيدر مع اللاعب علي فاز، علي ايضا لعب للطلبة، وكذلك علي فائز بعد ان انتقل لنادي النجف مثل الشرطة والقادسية الكويتي أربيل كرخ، اليوم بصفوف نادي النجف. يشارك اليوم كذلك كلاعب أساسي من خلال تشكيلة المدرب عبد الغني شهد، والبحث عن هدف أول من خلال مباراة اليوم. هناك بوسط الملعب محاولة العبور لنادي النجف، مرت الآن عدت ولا زالت إياه يحاول، والبشير بهذه الكرة تتهيأ، انقطعت داخل منطقة الجزاء وعدت. هناك الإبعاد من حسام كاظم، أبعدها للأمام يا حسام وتنقطع مرة أخرى. محاولة بمنتصف الملعب، دومينيك يعيد الكرة لعلي، من علاء عادت لمحمد، محمد جاسم، من محمد جاسم، هناك نقلة يا محمد جاسم يلعب هذه الكرة لعلي، من علي بمنتصف الملعب، أعاد الكرة هناك فابريس لعلي، لمحمد جاسم مرة أخرى. لا زالت هذه التمريرة علي فايز بوسط الملعب، شاهد محاولة العبور، نقلة من علي لأحمد مكنزي، حاول أن يعدي لكن الكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، خطأ. وهنا الكرة لمصلحة اللاعب خضر علي، بعد ذلك التدخل والخطأ بعد أن غادرت أرضية الملعب، ركلة جانبية أو تماس عفوا باللقطة الماضية بتلك الكرة التي غادرت أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة نادي الكهرباء. بعد ذلك التدخل والتعادل أحبتي حتى الآن مستمر. الواضح بالصورة هنا دومينيك مندي تعود مرة أخرى، هي ماشية بمنتصف الملعب، تعود هناك من خضر علي، يلعب لحيدر عبد الكريم، نقلة من حيدر باتجاه لاعب حسام، يحاول الآن مر حسام كاظم، من حسام يحاول العبور، وهل تأتي العرضية من حسام؟ نعم، معتاد على العرضيات، والكرة بالراس تتخلص، تعود لحيدر عبد الكريم، أعاد الكرة حيدر ويترك الكرة خميس، من خميس هناك نقلة من حسام مرة أخرى، محاولة لنهاد، نهاد محمد يتراجع بالكرة، نهاد وإلى خارج أرضية الملعب. علام هاوي باللقطة الماضية والكرة غادرت أرضية الملعب. لازلنا نشاهد، لازلنا نتابع حتى الآن بهذه الإعادة ما بين علام هاوي وأحمد عايد التي غادرت أرضية الملعب. دعونا نشاهد يا حبتي، فهل يكون هناك هدف؟ ولازلنا نلعب بنعم الدقيقة 15 من أحداث الشوط الأول، والكرة مرت هنا إلى خارج أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب. في هذه اللقطة علام هاوي المتواجد هنا يتراجع للخلف من علام هاوي، وهذا حسام كاظم. لعبوا كذلك الاثنين بصفوف نادي الشرطة، ولعبوا أيضا للزوراء، وانتقل هذا للكهرباء وذاك للنجف. وصلت بمنتصف الملعب، نقلة هناك عدت وللأمام لمصلحة اللاعب محمد قاسم، يعيد الكرة هناك للخلف مرة أخرى، محمد سويعيد، يحاول سويعيد الموريتاني من محمد سويعيد، لا زالت الكرة عند اللاعب محمد سويعيد، أعاته لحسام كاظم، يحاول بنقلة من حسام وللأمام خضر علي تحت أقدام اللاعب خضر علي، نقلة من خضر علي لحيدر عبد الكريم، مر بالكرة الآن عند أحمد عايد، ما بين عايد ودومينيك مندي واحمد عايد بتلك النقله لا زالت عند الاسمراني. مندي يحاول، اعاد الكره هناك لفابريس لمصلحه نادي النجف لغزلان الباديه، وهم يحاولون بان يسجلوا اول اهداف اللقاء. نادي النجف الفريق الذي جاء هنا لملعب الزوراء من اجل تحقيق النقاط الثلاثه، من اجل ان يحقق 3 نقاط ويعود بانتصار من خلال مباراة اليوم، المباراة الأخيرة لحساب المرحلة الأولى من دوري نجوم العراق لعام 2024-2025 هنا بملعب الزوراء أمام نادي الكهرباء، الفريق الطموح، الفريق العائد من تعادل أمام نادي القرمة، كذلك يسعى من أجل تحقيق النقاط الثلاثة أمام نادي النجف من خلال مباراة اليوم. هذه وصلت الكرة عند اللاعب محمد جاسم، من محمد جاسم لعلي فائز بمنتصف الملعب، علي وتصل هنا الكرة هنا بنقلة للاعب مرتضى علي، مرتضى لعلي فائز، وصلت هنا بتمريرة أحمد حسن مكنزي، يحاول أحمد حسن، هناك نقلة البشير وتأتي صافرة حكم المباراة، تشير لوجود خطأ
سقوط اللاعب وبعد التدخل من اللاعب التونسي. هذا خميس المعواني بالكرة الماضية. شاهد ما بين خميس والبشير باللقطة الماضية أو لا، اللاعب إياي آتيمون. هذا إياي بالرقم 88 إياي آتيمون، وأيضا البشير بالرقم 80 البشير التونسي، وهذا إياي النيجيري. سلامة اللاعب نادي النجف الذي يحتل المركز العاشر بسلم الترتيب لدوري نجوم العراق. لعب 18 مباراة، فاز ب6 مباريات وتعادل ب6 وخسر 6 مباريات. تمكن من تسجيل 20 هدف بينما استقبل الشباك 14 هدف برصيد 24 نقطة. هنا توجيهات الكابتن عبد الغني. شهد بهذه الكرة وصلت وهنا ثابت. لازلنا نشاهد على التنفيذ علي ومحمد قاسم لهذه الكرة الثابتة. هذا الثنائي بهذا المكان الخطير، فهل ينجح نادي النجف ويفتتح التسجيل ويسجل أول أهداف في المباراة من اللاعب الخبرة علي فائز ومحمد قاسم من هذا المكان؟ هذا الثنائي على التنفيذ تترك لعلي فائز والكرة بعيدة يا علي إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة اللاعب علي فائز ذهبت بعيدة لخارج أرضية الملعب بعد تلك التسديدة من ذلك المكان البعيد. حدثنا عن نادي النجف حقق الفوز ب6 مباريات. هو حقق الفوز على نادي ديالى والحدود ونفط ميسان والقاسم والميناء والقوة الجوية. كأكبر فوز عند نادي النجف هذا الموسم هو 4-0 على نادي القوة الجوية و4-1 على نادي نفط ميسان. هذه وصلت 3-2 على نادي الميناء. بينما في الجهة المقابلة هنا نادي الكهرباء صاحب المركز الثالث عشر لعب أيضا 18 مباراة، فاز ب5 وتعادل ب7 وخسر 6 مباريات. سجل 16 هدف بينما استقبل الشباك 17 برصيد 22 نقطة. هذه عدت الآن بوسط الملعب. محاولة العبور، غياب اللاعب محمد صالح عن صفوف نادي النجف. هذه تعود بمنتصف الملعب. علي خطأ. سلامة اللاعب علي. سلامة يا علي بعد هذا التدخل وخطأ. سلامة اللاعب علي فاز. عدة لقاءات جمعت الفريقين. هذا اللقاء رقم 25 خلال المواجهات التي جمعت الكهرباء والنجف. تمكن نادي النجف من الفوز على الكهرباء خلال 8 مواجهات، وأيضا فاز الكهرباء على نادي النجف ب6 لقاءات. حضر التعادل 10 مرات خلال لقاءات الفريقين. اللقاءات تاريخية ما بين نادي النجف ونادي الكهرباء. وصلت لكم هناك للأمام، تعود مرة أخرى، عدت الآن، هذه تصل وأمامية بالراس انقطعت ولا زالت مستمرة للموج الأزرق لنادي النجف. تعدي للغزلان، مرت للغزلان، فمن يكون الفنان؟ هذا الأسمر من البشير. لا لا لا، عدت. ماذا يشير؟ ماذا يشير باللقطة الماضية المساعد لمصلحة البشير. شاهد بهذا المرور بتمريرة ذكية من لاعب خبرة من علام هاوي للبشير، تدخل فيها حسام كاظم، ولكن أمجد رحيم بهذه اللقطة لن يفعل شيء، بل هو سقط أرضا والكرة غادرت أرضية الملعب. لا وجود لشيء. حكم المباراة ماذا أشار هناك بالكرة التي غادرت أرضية الملعب؟ لا، الركنية على ما يبدو، والكلام في هذا المكان ما بين لاعبي نادي النجف والكهرباء، والركنية لمصلحة نادي النجف. لو كان هناك شكوك حول الكرة الماضية كاد أن يعود ليتأكد، أو كان هناك الكابتن محمد صلاح والكابتن جهاد عطية بغرفة الفار يستدعي حكم المباراة، لكن لن يستدعي حكم المباراة بعد التدخل باللقطة الماضية. وهنا الكلام ما بين حكم المباراة والبشير، دلاهي والبشير، بهذا الكلام ما بين اللاعب إياي وهذا محمد يحيى الدلاهي الموريتاني أيضا لعب لنادي الحدود. بهذه الركنية الآن لمصلحة نادي النجف.
للموج الأزرق للغزلان، ملعوبة الكرة الثابتة، وهنا الارتقاء بالراس تتخلص، والابعاد ياتي من خضر، عدت لماكنزي يحاول بتصويبه، انقطعت يا احمد ماكنزي، وعدت هنا عند اللاعب خميس ابعدها، صافرة وخطأ. صافرة، هذا خضر علي اللقطة الماضية، أبعدت تلك الكرة، والتدخل كان من اللاعب أحمد حسن ماكنزي مع اللاعب خضر علي، عرقلة باللقطة الماضية واحتار هي اللاعب خضر علي، وصافرة حكم المباراة كانت متواجدة يشير لوجود خطأ لمصلحة اللاعب خضر بتلك اللقطة. الآن يمجد رحيم القادم من نفط ميسان، واحد من الحراس المتألقين في دورنا في دوري نجوم العراق، عدت الكرة للأمام وطويلة عند اللاعب دومينيك، تعود مرة أخرى إياي حيدر عبد الكريم، يلعبها طويلة هناك من حيدر لنهاد، يحاول الآن أم منتظر عادل وعادل. دائما ما ترى نهاد ومنتظر عادل يتبادلون المراكز، تارة ترى نهاد للجهة اليمنى ويذهب للجهة اليسرى منتظر، أو يعود منتظر هنا ويعود نهاد للجهة اليمنى. بعد أن وصلت هناك جاء الإبعاد من علي خالد باللقطة الماضية، تتخلص الارتقاء وبالرأس من سويعيد، تراجع على الخلف وأبعد الكرة براسية. محمد سويعيد تعود، سام ينتظر، يعيد الكرة لعلي خالد كابتن الفريق، يلعبها بنقلة طويلة من خميس أبعد هذه الكرة، محاولة العبور هناك نهاد، من نهاد عادت لمهدي، نظرت المدرب عبد الغني شاد لكتيبة النجف لغزلان البادية، وتعود مرة أخرى عند اللاعب مرتضى علي، من مرتضى يلعبها هنا تحت أقدام اللاعب علي فايز بنقلة من البشير، لا ضاعت يا ماكنزي اللقطة الماضية. هذا هو الواضح بالصورة، إياي أتيموين ومحمد سويعيد الموريتاني. وشاهد ماكنزي يلعب الرمية الجانبية من ماكنزي، وعادت بمنتصف الملعب، عدت لمصلحة نادي الكهرباء بنقلة حيدر هناك لأحمد عايد، ولكن عادت بهذا الاسلوب الطويل، هناك محمد يحاول لكن الكرة عند الحارس. امجد باللقطة الماضية هي البشير محمد او بن محمد في تلك اللقطة هذه، وصلت الآن عند اللاعب خضر علي، يتراجع خضر البحث عن زميل، غير مسار الكرة للجهة اليسرى محمد قاسم، وبنقلة انقطعت بمنتصف الملعب، وصافرة حكم المباراة خطأ هي اللاعب علاء مهاوي، سلامة اللاعب علاء مهاوي بعد محاولة المرور، لكن هنا تصادم ما بين علاء وحسام كاظم بهذه اللقطة. سلامة لعلاء مهاوي، وخطأ بوسط الملعب. علي من علي فايز، يلعبها علي هناك بمنتصف الملعب يا علي لمرتضى، عادت الكرة بنقلة أخرى لا زالت مستمرة، هي الآن بدوران من محمد قاسم، يعيد الكرة لفابريس، مرت وهناك لمصلحة نادي النجف، من نادي النجف، تعود بمنتصف الملعب، قطعت من حيدر لأحمد عايد، مر عايد ونهاد، يلعب الكرة لسويعيد، مر سويعيد، عدى سويعيد لأحمد عايد مرة أخرى، لكن تنقطع وتعود عند اللاعب البشير، عدى البشير بهذه الكرة وتصل هناك لمصلحة نادي النجف بهذه الهجمة، عدت مرتدة لمصلحة غزلان البادية. فهل يفعلونها؟ هل يفتتحون التسجيل من خلال هذه الهجمات السريعة؟ وهنا تكون عند نادي النجف، وتارة تعود للكهرباء بتبادل هذه الهجمات، لكنها حتى الآن خالية من الأهداف. مجريات الشوط الأول ولا زلنا نترقب. وصلت بتلك الكرة، عدت هذه الآن بمنتصف الملعب، الأمور مستمرة بالتعادل وبنقلة عند اللاعب محمد قاسم، بدخول محمد قاسم
وبنزعاته وبمهارة محمد قاسم يحاول أن يخترق هذه المنظومة الدفاعية لنادي الكهرباء وأن يتقدم ليقود فريقه بهدف، لكن الإبعاد يأتي من الخلف هناك من دفاعات نادي الكهرباء. هنا خضر علي خالد، حسام كاظم، خميس ومحمد يحيى يبعدون الكرات التي تصل لبوكس ال 18 تتخلص من قبل دفاعات كتيبة المدرب راضي شنيشل، وهذه الكرة تصل دائما الكابتن راضي شنيشل يسعى، ودائما ما يقوم عندما يستلم فريق أول خطوة يقوم بها الكابتن راضي شنيشل هو تطوير المنظومة الدفاعية، فيعشق اللعب الدفاعي ومن ثم يعتمد على سرعة اللاعبين المهاريين. مثلا عندك اللاعب نهاد محمد، وعندك أيضا اللاعب منتظر عادل، وأيضا اللاعب سويعيد بتحركات هؤلاء اللاعبين، ويعتمد على خبرة سويعيد وسرعة منتظر ومهارة اللاعب نهاد محمد بالإصرار والتقدم من أجل تسجيل الأهداف. هذه كرة وصلت، هنا تعود عند اللاعب محمد جاسم، من محمد لمهدي، مرتضى علي، عفوا من مرتضى علي لمحمد جاسم يلعبها بوسط الملعب. هنا عند اللاعب دومينيك مندي بنقله مرت الآن ومحاولة العبور بهذه الكرة، وصلت لا انقطعت يا مكنزي، وعادت الكرة عند اللاعب محمد سويعيد، من محمد سويعيد يحاول سويعيد بمنتصف الملعب، سام كاظم ومحمد قاسم أعاد الكرة بوسط الملعب، فابريس مندي من مندي يلعبها لعلي فايز، من علي فايز نقلة عند البشير بهذه الكرة تعود مرة أخرى محمد جاسم علي فايز، هل يعيد الكرة هناك علي لفابريس، فابريس مرت الآن لمصلحة نادي النجف، تعود مرتضى علي، وبوسط الملعب من مرتضى علي عند اللاعب محمد جاسم مرة أخرى لمرتضى علي بمنتصف الملعب، وتراجع واضح للاعبين نادي الكهرباء، والكرة تحت أقدام اللاعب محمد جاسم بهذه التحركات عدت من الأسمراني، حاول مرور البشير ولكن انقطعت، والإبعاد يأتي خضر باللقطة الماضية أو أبعدت من خميس بهذه المحاولة، يحاول الآن بأن يقطع الطريق على لاعبي نادي النجف، والإبعاد تتخلص بالرأس، تبعد الكرة نعم من اللاعب مرتضى علي، أبعدها ولعب للكهرباء ولعب لنادي الطلبة مرتضى علي، وسقوط اللاعب أحمد عايد من اللقطة الماضية. السلامة لأحمد عايد، هذا اللاعب الشاب واحد من اللاعبين الموهوبين مع نادي الكهرباء. نشاهد حتى هذه اللحظات أحبتي كل شيء يمضي بمجريات الشوط الأول، والتعادل من دون أهداف هو المستمر بهذا اللقاء. وحيدر عبد الكريم أيضا أحد المواهب المثيرة والمواهب الرائعة في دورينا في دوري نجوم العراق، وهناك أيضا كلام بأن سيكون ضمن استدعاءات مدرب منتخبنا الوطني كاساس. نتمنى التوفيق لكل لاعبي دورينا وكل من يبرز وكل من يقدم عطاء بأن يمثل منتخبنا الوطني ويخدم عراق الرافدين، بأن يكون ضمن قائمة المنتخب الوطني، ويكون أيضا أحد اللاعبين المميزين الذين سيرتدون قميص المنتخب الوطني. فالتوفيق للجميع. تبقى الخيارات هي عند المدرب بعد تلك الكرة. وهنا الكابتن عبد الغني شهد علي فائز واضح بصورة صافرة حكم اللقاء من يضبط المباراة الدولي الكابتن محمد طارق أحمد حكمنا الدولي، ومن يدير هذا اللقاء ما بين الكهرباء والنجف. بعد ذلك التدخل من اللاعب فابريس مع اللاعب أحمد عايد باللقطة الماضية، وهذه الإعادة التي وصلت الآن والتي عدت لا زالت مستمرة بهذا المرور. محمد سويعيد عاد الكرة من محمد سويعيد، خميس عدى المعوني، خميس يلعبها وعند الحارس رضا عبد العزيز لقطة مرت وعدت الآن من محمد، انقطعت ولا زالت مستمرة. هناك حيدر عبد الكريم يحاول، برافو حيدر، لكنها تعود الكرة بنقلة هنا لمحمد قاسم، مرت من محمد قاسم بنقلة محمد البشير، عدى بهذه الكرة من البشير
البشير محمد، البشير بن محمد، عدت يا البشير وعادت هنا من الأخير، تعود عند اللاعب علي، مر بالكرة وهنا لمحمد سويعيد، يحاول سويعيد ما بين سويعيد ومكنزي وعلي قريب، علي فائز ومكنزي قريبين من اللاعب سويعيد، يحاول بأن يتخطى والكرة وصلت عند اللاعب إياي أتيمون، خطأ هي اللاعب إياي أتيمون في اللقطة الماضية بتلك الكرة التي مضت، ولا زالت الأمور مستمرة بهذا التعادل سلبا من دون أهداف، لا شيء لنادي النجف ولا شيء لنادي الكهرباء اللقطة الماضية. هذا التدخل وبتلك الكرة التي مضت لا زالت الأمور مستمرة ما بين نادي النجف وكذلك نادي الكهرباء. عدت الآن، تعود مرة أخرى، هذه وصلت هناك بنقلة، عدت أمامية، لا زالت الأمور مستمرة بالتعادل سلبا من دون أهداف، لا شيء لنادي النجف ولا شيء لنادي الكهرباء حتى الآن. للأمام تصل هنا عند المدافع والإبعاد من علي، هذه وصلت، غزلان البادية يحاولون والكهرباء يريدون أن ينورون أجواء المباراة بهدف من خلال هذا اللقاء، وغزلان البادية تريد من خلال مباراة اليوم والمباراة الأخيرة للمرحلة الأولى من دوري نجوم العراق بأن يحققوا 3 نقاط إن هذه المباراة لتصل. هناك بنقلة عدت وللأمام، تنقطع الكرة، مرت لمصلحة نادي الكهرباء خلال هذه المحاولة، عدت هناك أمامية لتصل ومستمرة حتى الآن بهذه الكرة التي مضت ولا زالت هي مستمرة. في حال إذا حقق الفوز والنقاط ال3 نادي النجم من خلال مباراة اليوم بهذه الكرة وبهذه التمريرة، سويعيد عدى ولعبد العزيز وصلت. كنت أتحدث عن نادي النجف الذي يحتل المركز العاشر، في حال إذا حقق الفوز من خلال مباراة اليوم سيقفز بسلم الترتيب ويكون برصيده 27 نقطة ويحتل المركز التاسع بدلا من نادي النفط. هذه وصلت الآن، عدت هنا بنقلة لا زالت مستمرة، وبهذا اللقاء المثير بينما الكهرباء صاحب المركز الرابع عشر ب22 نقطة، كذلك في حال إذا حقق الفوز سيصبح برصيده 25 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر من دوري نجوم العراق، يعني المرحلة الأولى بهذا المركز. لكن حتى الآن والتعادل مستمر ما بين الفريقين، لا شيء للكهرباء ولا شيء لنادي النجف، لا زالت الأمور مستمرة. نعم، المباراة كفة بكفة، تشاهد بهذا الأداء بهجمات وخطورة نادي النجف بالأفضلية حتى الآن، يصلون للمرمى، لكن ما يحتاج النجف هو الوصول وتسجيل الهدف، وكذلك بهجمات اللاعب نهاد محمد اليوم لن يستلم إلا أقل من 2 أو 3 ويريد أن يصل ويسجل هدف من خلال مجريات الشوط الأول. منتظر عادل، نعم، وبهذا التعادل حتى الآن هو شبه غائب عن أحداث المباراة. منتظر عادل ظهر باللحظات الأولى بالدقائق الأولى، لكن منتظر عادل لم يستلم ولن يسلم حتى الآن. لابد أن تتغير الأمور من خلال مباراة اليوم. هذه كرة تلعب هناك بنقلة، شاهد الإبعاد بعد أن وصلت وبعد أن عادت، علي بالراس تتخلص وتعود من مرتضى مهدي هنا لمحمد جاسم، دوران جميل لمحمد جاسم، عدى بالكرة هنا، خطأ على اللاعب حيدر عبد الكريم. سلامة اللاعب محمد جاسم، سلامة اللاعب محمد جاسم، الاشتراك من اللاعب حيدر عبد الكريم باللقطة الماضية. دعنا نشاهد بهذه الكرة التي وصلت والتي عدت عند هذا الاشتراك ما بين اللاعب محمد جاسم وحيدر عبد الكريم. خطأ على اللاعب حيدر عبد الكريم، واحد من المواهب الشابة، واحد من اللاعبين المميزين في دورينا، ثابت الآن
واحمد ماكنزي على التنفيذ لغزلان البادية. ملعوبة الكرة طويلة من احمد ماكنزي، الارتقاء والخروج للحارس امجد رحيم. من لقطة الماضية يا امجد رحيم، سلامة الحارس امجد رحيم. وهذا هو اللاعب مرتضى علي من لقطة الماضية. شاهد هذه تسديدة اللاعب احمد حسن ماكنزي وخروج وارتقاء للحارس امجد رحيم باللقطة الماضية. لا شيء لنادي النجف لغزلان البادية، الفريق الذي يريد ان يعوض عن الخسارة الماضية التي تلقاها من نادي الكرخ بهدف، وقبلها كذلك خسر مباراته من نادي زاخو. من خلال هذا اللقاء يريد ان يصالح جماهيره ويعود للنجف ب3 نقاط من خلال بوابة الكهرباء. مباراة اليوم دعنا نتلقى، دعنا نشاهد، هي تمضي بل تعود بوسط الملعب. هناك نقلة عدت، ممكن يا حيدر عبد الكريم يحاول العبور بهذه الكرة، مرت نياد محمد، والكرة عند اللاعب منتظر بتصويب. الله كادت أن تكون للكهرباء، ولكن تألق رضا عبد العزيز وأنقذ مرمى النجف بهذا المرور، بهذا العبور، بهذه التسديدة الرائعة. شاهد الإعادة، وحيدر كاد محمد عايد بأن يسجل. شاهد بهذه النقلة من منتظر عادل لأحمد عايد، كاد أن يضعها في المرمى أحمد عايد، وكاد أن يعلن عن الأفراح بتسجيله الهدف الأول، لكن رضا عبد العزيز تألق وأبعد الكرة الماضية. ملعوبة الآن الركنية لسويعيد، مرت يا سويعيد والإبعاد يأتي. هناك صافرة من حكم المباراة. في اللقطة الماضية اشتدت أحداث المباراة بهجمات الكهرباء، وهم يبحثون عن هدف أول من خلال هذا اللقاء ومن خلال الدقائق المتبقية لمجريات الشوط الأول، بعد أن حاول نادي النجف بالعديد من المحاولات، ولكن بهذه الفرصة التي سددها اللاعب أحمد عايد هي حتى الآن ممكن أن نقول أخطر فرصة في المباراة بهذه التسديدة. وأحمد عايد هو على التنفيذ. أحمد عايد لنادي الكهرباء، ملعوبة لكم الإبعاد، تتخلص أمامية طويلة، تصل للبشير أو هذا إياي آتيموين، يلعبها، وصلت عند الحارس رضا عبد العزيز. رضا حارس اللي تألق بالتصدي والإبعاد وإنقاذ مرمى فريقه من هدف محقق. وصلت عند اللاعب مرتضى لمحمد جاسم، من محمد جاسم يعيد الكرة عند اللاعب مرتضى بوسط الملعب، نقلة لمحمد جاسم مرة أخرى، تعود هناك للحارس رضا عبد العزيز، من رضا لفابريس، فابريس من الجهة اليمنى، ومرتضى علي يلعب هناك عند اللاعب علاء، مر يا علاء البعض عن زميل، نقلة وصلت بمنتصف الملعب، دومينيك مندي يلعبها لعلي، علي فايز، مرت بوسط الملعب يا علي فايز، ولا زالت الأمور مستمرة والبحث عن هدف. لا زالوا يسعون من أجل الوصول لشباك الحارس أمجد رحيم وتسجيل هدف، لكن بتلك الكرة التي مضت وغادرت أرضية ملعب. الشاهد هنا توجيهات كابتن الفريق علي خالد. الشاهد يطلب من زملاء أن يتراجعوا عند الهجمات التي تشن على مرمى فريقهم بتلك اللقطة، ولا زلنا نتابع، لا زلنا نشاهد. فهل يكون هدف من خلال مجريات الشوط الأول بأحداث هذه المباراة، أم يستمر التعادل حتى نهاية أحداث هذا الشوط، حتى نذهب بالشوط المدربين كما يقال شوط التكتيك؟ تلعب الكرة طويلة وبالراس، هي عدت عند وسط الملعب لأحمد عايد وحيدر. هذا حيدر بهذه النقلة، لا زالت من حيدر، وهناك خطأ باللقطة الماضية، خطأ باللقطة الماضية. توجيهات الكابتن راضي شنيشل بتوجيهات المدرب راضي بهذا اللقاء ومن خلال مباراة اليوم.
أحبتي نلعب بالدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، والتعادل مستمر من دون أهداف ثابتة الآن لمصلحة نادي الكهرباء. الأمم الخضر وبنقلة قريبة من منطقة 18 وتتخلص خضر مرة أخرى، يلعبها عادت عند اللاعب محمد قاسم، يحاول وخطأ آخر. هنا الخطأ باللقطة الماضية، سلامة اللاعب، هذا خميس وسقوط اللاعب. ومن هيك باللقطة الماضية ما بين خميس واللاعب البشير بن محمد اللاعب التونسي، بهذه اللقطة ما بين وبين اللاعب خميس أيضا مواطنة بهذه المباراة. هذا يلعب للنجف والآخر يلعب للكهرباء. والخطأ هنا حكم المباراة، الكلام ما بين ماكنزي وحكم المباراة. نعم، يحدث اللاعب بأن يترك أرضية ملعب برضا عبد العزيز بهذا المكان، والخطأ لمصلحة نادي الكهرباء. فمن اللاعب ينزف على ما يبدو، وأجبره حكم المباراة بأن يخرج ليغتسل ويعود، وبالفعل هذا ما حدث. سلامة لأحمد ماكنزي، سلامة لكل اللاعبين. ماكنزي يعود وهنا الخطأ، وحكم المباراة يقول تراجع يا إياي آتيموين، تراجع. وهنا الخطأ، حسام كاظم على التنفيذ، حسام كاظم هو على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة بهذا المكان. شاهد بهذا التركيز، هل ينجح حسام كاظم؟ ومن خلال الكرات الثابتة هل ينجحون الكهرباء ويسجلون أول أهداف المباراة بعد أن لعبت الكرة؟ عادت ولا زالت مستمرة. منتظر عادل يحاول، هنا تنقطع وتعود بنقلة طويلة من محمد للأمام، تصل سهلة عند خضر علي. خضر أعاد الكرة لأمجد رحيم. نعم، يعيد الكرة للحارس لكي تتاح الفرصة لزملائه بأن يعودوا. وبهذه الكرة التي وصلت من خميس نقلة، منتظر يتراجع بهذه المحاولة، لا هناك على ما يبدو خطأ، لا مرت الكرة ما فيها شيء، وأحمد ماكنزي يعدي بالكرة ولا زال هناك سقوط لاعب آخر. صافرة وخطأ، سلامة خضر علي بعد هذا التدخل. سلامة لخضر. اللقطة الماضية شاهد ما بين ماكنزي وخضر علي. باللقطة الماضية عادت هناك عند اللاعب حسام، من حسام كاظم أعاد الكرة حسام بنقلة لعلي خالد. أمجد من أمجد رحيم، وصلت لدلاهي، محمد دلاهي، يحيى دلاهي لخضر علي. خضر يتراجع بهذه الكرة من خضر علي لعلي خالد. علي خالد بنقلة طويلة من المدافع علي خالد، وبالراس تتخلص من اللاعب مرتضى علي. أبعدها مرتضى علي براسية وارتقاء وابعاد للكرة الماضية امام اللاعب نهاد محمد، اللاعب الخطير بصفوف نادي الكهرباء. تحركات رائعة وجميلة بالمباراة. ما ينقص المباراة هي البصمة الأخيرة وتسجيل الهدف الأول بالمباراة. فهل يكون لنادي النجف أو لنادي الكهرباء من خلال هذه المحاولات؟ ممكن، لكن الإبعاد يأتي، تتخلص من علاء حاوي. أبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. كل شيء يمضي حتى هذه اللحظات المتبقية من أحداث الشوط الأول من خلال مباراة اليوم ما بين الكهرباء والنجف. حسام كاظم، يا حسام، ملعوبة الكرة من حسام جانبية وبالراس، تتخلص دقيقتين كوقت إضافي لنهاية أحداث الشوط الأول. وتمضي هذه الكرة بنقلة، عادت هنا تنقطع من اللاعب فابريس، حاول بمنتصف الملعب نقلة طويلة هناك عند اللاعب البشير أم إياي. بهذه الكرة مرت الآن، عدت بتصويبة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. يا دومينيك مندي
ضاعت يا دومينيك مندي إلى خارج أرضية الملعب بعد هذه التسديدة التي مرت هناك بعيدة. حيدر عبد الكريم، وتعود الكرة عند اللاعب دلاهي بنقلة طويلة هناك إلى خارج أرضية الملعب. محمد يحيى دلاهي أراد أن يلعب الكرة هناك لزميله لكن أبعد الكرة بالخطأ وذهبت إلى ركنية لمصلحة نادي النجف. هذه عادت ملعوبة للكرة وسويعيد يقود هجوم السويعيد للاعب دياد بنقلة هناك من منتظر لسويعيد. سويعيد يعدي من سويعيد يحاول أمامه هنا داخل منطقة ال 18 نهاد ومنتظر عادل تصل سهلة عند الحارس رضا عبد العزيز. اللقطة الماضية يا رضا عبد العزيز نعم التعادل وصافرة حكم المباراة تأتي لتعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل سلبا من دون أهداف. لا شيء لنادي النجف ولا شيء لنادي الكهرباء. أكيد أحبتي سنعود ونكمل معكم مجريات الشوط الثاني ولكن بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين. بينما محاولة هنا الهروب هنا الفرصة يا عثمان جول أول نفط ميسان يضعه عثمان سنة. نسر نيجيريا يحلق عاليا هنالك في السليمانية يصل إلى مرمى الحارس وسام محمد خطفها عثمان سنة وصل وسجل وضع الكرة في الشباك. يرتاح علي عبد الجبار يتنفس علي عبد الجبار مضغوط من السفر مضغوط من الخسارة التي تعرض لها في بغداد. عاد اليوم وصل عثمان أخطأ إيفانس والكرة في مرمى وسام وضعها على يمين حارس المرمى جعله واقفا لا يتحرك من دون ردة فعل وعثمان خطف كرة. لاحظ هنا سرق الكرة من أمام المدافع النيجيري من نيجيري إلى نيجيري وهدف في مرمى ديالا. هدف أول نفط ميسان. كرة تلعب ومحاولة الله باغتني وباغت الجميع وأتى بهدف التعادل. هنا يصحح الخطأ هنا يعيد الفريق البرتقالي إلى التعادل. يأتي إيفانز يأتي أندريو يسجل التعادل ويفرح الزلفاني في هذه اللحظات. مدينة البرتقال تعيش الأفراح بعودة وتعادل البرتقالي. رأسية إيفانز صعبة على حسن لم يقدرها حسن تأتي في مرمى نجم والتعادل يأتي الآن. هذا ما كان يخاف منه علي عبد الجبار أتى وأدركه إيفانز. كرة ملعوبة لمصلحة ديالا. آثان يحاول ينقل كرة أمامية تصل على الطرف لمصلحة حسين خطيرة بالروس جول لمصلحة ديالا كولنيز وباري. نعم هذا الوافد الجديد هذا الغاني برأسية جميلة وصلت عن طريق حسين يونس وبعد ذلك وضعها صعبة على حسن نجم ليسجل ثاني أهداف مدينة البرتقال. فرحة ديالا وعشاق ديالا. وشوف الإعادة شوف الكرة العرضية الجميلة يا سلام على هذه الرأسية حلوة في الشباك. وبالتالي الأسماء الجديدة اليوم تقدم أنفسها بشكل مميز مع هذا الرجل هذا التونسي نعم زلفاني. وبالتالي هدف ثاني عن طريق كولنيز وباري. يبحث عن الثالث يتقدم لحسين ممكن الكرة العرضية خطيرين بالراس جول ثالث لديالا عن طريق مؤيد أو مصطفى مؤيد. نعم يسجل ثالث الأهداف
لمصلحة ديالى في هذا التوقيت. وبالتالي أحبتي الكرام، ديالى يتفوق على نفط ميسان في شوط المباراة. شوف الإعادة، شوف الرأسية، يا سلام يا سلام، تمركز جيد رائع جدا. بالتالي صعبة على حسن، ويسجل عن طريق عرضية حسين يونس، لذلك يضيف ثالث الأهداف لمصلحة ديالى. تمرير هجوم الآن الكاميروني، هدف 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 للنفط، هدف للنفط في أسرع هدف للاعب بديل، ما طول دقيقة. رامسيس الكاميروني بأسرع هدف لي لاعب يشترك كبديل، يعني ما مرت دقيقة. هدف أول للنفط، هدف أول للنفط، هدف أول للعنيد في مرمى العميد. الله، يسارية جميلة في أول كرة يلبسها رامسيس الكاميروني، يصل إلى هدف الرابع باليسار. اصطدت بالدفاع، اصطدت بالدفاع بهدف أول، هدف أول لأسرع بديل، يعني أقل من الدقيقة. سريعة ملعوبة للدالي، تنقطع، طويل الكرة، هجمة عكسية الآن، خطرة نهاد 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 نهاد، جول! هدف 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 أول لفريق الكهرباء عن طريق نهاد محمد. نهاد محمد يسجل أول الأهداف بالدقيقة 79 من عمر المباراة. بالدقيقة 79 نهاد محمد يسجل أول أهداف المباراة من كرة مباغتة عكسية مرتدة يتوغل من خلالها بمواجهة الحارس محمد حميد، اللي كانوا يشكون أنه اللاعب في وضع تسلل. شوف الكرة انقطعت وكان هذا اللاعب البديل يوسف عمرو. شوف، وانطلق نهاد انطلق، وبالتالي يلعبها إلى داخل الشباك ويحرز أول الأهداف وهدف الفوز الأول لفريق الكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد، اللي سجل هدف الشخص الثالث في مباراتين بعد أن سجل في المباراة السابقة هدفين وأهدر ركلة جزاء. يسجل اليوم على القرمة أول أهداف المباراة. واحد الكهرباء لا شيء القرمة، واحد الكهرباء لا شيء القرمة. خلونا نتأكد ونشوف. الدالي على التنفيذ، الدالي ركلة جزاء، والدالي على التنفيذ، الدالي على التنفيذ الآن، قدم وجول! هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل للقرمة عن طريق الدالي من ركلة جزاء، يسجل هدف التعادل ويخرج بنقطة واحدة من هذه المباراة. علاء الدين الدالي يعادل الكفة بالدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدل ضائع من ركلة جزاء. علاء الدين الدالي يسجل هدف من ركلة جزاء ويدرك التعادل لفريقه. ركلة الجزاء اللي تحمل رقم 74 هذا الموسم في دورينا. لجماهير نادي الزوراء، وعودة الفريق لسكة الانتصارات، والكرة عدت بالراس، جول! يا سيف، هذا السيف القاطع، هذا السيف القاطع لنادي القاسم. سيف رشيد يسجل الهدف الأول في شباك الزوراء. ذكرتها في الشوط الأول، قلتها ممكن أن تكون هناك مفاجأة، هناك ممكن أن يكون تغيير. لا تجهل صمت العقيد، لا تجهل تكتيك العقيد. هذا أيمن الحكيم وهذا سيف رشيد، هذا السيف القاطع بهذه النقلة، بهذا الاسيست الجميل، وبتمريرة محمد خالد، وبراسية اللاعب سيف رشيد اسكنها شباك الزوراء وسجل اول اهداف المباراة.
سيف يا رشيد، لا جديد على هذا اللاعب. نعم، يعلن عن هدفه السادس في دوري نجوم العراق، وسيف رشيد يسجل الهدف الأول لنادي القاسم. محسن التعزيز بمهاجم آخر من المدرب عصام حمد لتعديل نتيجة المباراة. هذه وصلت هناك عند الحارس ميثم، لا عد سيف، سيف الثاني، سيف الثاني، سيف الثاني، جول يا سيف رشيد، الهدف الثاني لنادي القاسم. هذا السيف القاطع مرة أخرى، نعم، يعلن عن الهدف الثاني لنادي القاسم، يريدونها أن تكون تاريخية مرة أخرى بهذا المرور. أسيس جميل من البديل أحمد نور لسيف رشيد. رشيد أنت المجيد يا رشيد، أنت العنيد يا رشيد. الله 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 الله، بهذه الطريقة الجميلة سجل الهدف الثاني، أسكنها الشباك سيف رشيد بطريقة رائعة، يحتفل بهذه الطريقة الجميلة. نعم يا سيف رشيد، والهدف الثاني خلال تلك اللقاءات الماضية. كرة واخذ فرص، هذا اللعب الصحيح. تعود الكرة للياندرسون، لياندرسون عرضية خطيرة بالراس، جول 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 جول. كريست يسجل اول اهداف المباراة بالدقيقة 55 من عمر المباراة. كريست يسجل اول اهداف المباراة بكرة عرضية ملعوبة من الياندرسون يستقبلها كريست يسجل اول الاهداف وهدف الشخص الثالث بعد ان سجل في شباك الميناء والشرطة. كريست يعلن تسجيل اول الاهداف بكرة جميلة يستقبلها عرضية منطلق من خلف المدافعين. شوف الياندرسون، شوف ايزي سلم، الياندرسون حول وكرة استقبلها كريست ببراعة براسية مرت على يمين الحارس سانهانج محسن لتعلن تسجيل اول الاهداف لفريق الكرخ. واحد الكرخ لا شيء النجف، واحد الكرخ لا شيء النجف. مرت تطمت بايد سانهانج لكن عانقت الشباك، ارتقاء سليم، جم رائع، ولكن مرت الكرة على يمين الحارس سانهانج محسن لتعلن تقدم الكرخ باول الاهداف. واحد الكرخ لا شيء نادي النجف. على ذكر المواجهات، هذه المواجهة رقم 43 بين الناديين، 42 مواجهة سابقة، 20 للنجف، 8 للكرخ. أحمد بعد ذلك الكرة ملعوبة الآن لمروان لأسو الله، جول لنوروز، هدف لنوروز، هدف جميل وهدف رائع، هدف جميل وهدف رائع بمتابعة جميلة لمروان حسين. يعود للأيام الجميلة، يعود للأيام الخوالي. مروان بذكريات السنين، مروان بذكريات الأيام الجميلة، يعود الآن ويسجل 8 أهدافه من خلال هذا الموسم. ولكن برافو، يوه على تسديدة السورستم، سدد الكرة والمتابعة الجميلة والمتابعة الرائعة من المهاجم الممتاز الخبرة الذي يتابع ولا ييأس من خلال الكرة الماضية. تابعها صح وحطها صح بعد ما كان الإبعاد من قبل حارس المرمى، الإبعاد ما كان بالتمام والكمال، الإبعاد ما كان بمسافة بعيدة، وبالتالي وصلت للاعب مروان حسين اللي الكرات الثابتة، الكرة تنفذ والضربة الرأسية خطيرة، جول ثاني منو غيره، الهداف منو غيره، مروان حسين. الله على مروان، الله على مروان في الشوط الأول يقدم نفسه بأفضل ظهور. سجل الثاني ويتقدم بالهدف الثاني
لنوروز. شوف الإعادة كذلك السو براسية وبمتابعة. شوف المتابعة، يا سلام يا سلام، حلوة حلوة حلوة، روعة 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 روعة. نوروز كلاوديو، مارادونا بكرة عالية ترسل للأمام، إبعاد رأسية، جول. فعلها مروان حسين، فعلها مروان حسين وسجل الهاتريك. سجل الهاتريك كما فعلها في الموسم الماضي، سجل الهاتريك في مرمى الميناء، في ملعب الميناء. اليوم يعود في هذا الموسم في البصرة الفيحاء. مروان حسين يسجل الهدف الثالث، يسجل الهدف الثالث بالراس. الله 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 على ثلاثية مروان، الله على الهاتريك للمرة الثانية في مرمى الميناء وللموسم الثاني على التوالي. مروان حسين يقدم نفسه بأفضل صورة وبأفضل طريقة. هل يكون السوبر هاتريك يا مروان؟ هل يكون السوبر هاتريك يا مروان؟ كلاوديو، ثقيلة 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 وكبيرة كبيرة كبيرة، اي نعم كبيرة على أرضك وما بين جماهيرك. السفينة تغرق، السفينة تغرق، وبالتالي رابع 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 رابع، هدف رابع لنوروز، هدف رابع. الله 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 الله. يوه على مارادونا، يوه على كلاوديو، يوه على أوليفيرا. أوليفيرا يسجل الهدف الرابع. راستكو عالية، الكرة أمامية باتجاه أسو، أسو خامس خامس خامس، ارحموا عزيز قوم ذل، ارحموا عزيز قوم ذل. اي والله، اي والله، ارحموا عزيز قوم ذل. بالخمسة، بالخمسة نوروز يأتي الآن. الله 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 الله. أسو تقدم فيها، أسو بباطن القدم اليمنى على يسار حارس المرمى. الله 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 على التسديد في الزاوية، في الزاوية، حط الكرة، حط الكرة، حط ليتقدم نوروز بخامس الأهداف. 5. الميناء يحاول أن يسجل أول أهداف المباراة. كورنادو، وهدف أول، هدف أول للميناء عن طريق لولو كورنادو. الماتادور الإسباني يسجل من ركلة جزاء من خلال اللقطة الماضية. سجل الميناء، سجل الميناء في الدقيقة 84 عن طريق أحد البدلاء اللي هو لولو كورنادو. هدف للميناء الآن. شوف الكرة على يمين حارس المرمى وحارس المرمى على اليسار، وبالتالي 5 أهداف مقابل هدف واحد. هدف في الدقيقة 84. شوف الإعادة، تنفيذ كان بشكل ممتاز. قدرت ترضية ملعب مرة أخرى الركنية بهذه الراسية، جول يفعلها الآن داكوستا بالوقت القاتل لأحداث الشوط الأول. داكوستا السنغالي يسجل أول أهداف المباراة لنادي الحدود، لفرسان الحدود. هذا هو هداف الفريق، داكوستا يسجل الهدف الأول لفرسان الحدود باللحظات القاتلة
من عمر الشوط الأول يسجل ويفتتح التسجيل لفرسان الحدود. الحلول الفنية، فما هي خطة الكابتن عبد الغني شهد لمجريات هذا الشوط، وما هي خطة الكابتن راضي شنيشل لأحداث الشوط الثاني بانتظار صافرة الدولي؟ انطلقت من محمد طارق أحمد ويساعده مصطفى محمد عطية ومصطفى حكيم، أحمد قاسم حكم رابع، محمد صلاح حكم الفار، وجهاد عطية أي فار لهذا اللقاء من خلال مباراة اليوم لحساب الجولة 19 والجولة الأخيرة من المرحلة الأولى من منافسات دوري نجوم العراق لعام 2024-2025. هذه كرة تنطلق وهنا للأمام بعد ما عدت ومحاولة لمصلحة نادي الكهرباء، الفريق الذي يبحث عن هدف من خلال هذا اللقاء، وكذلك نادي النجف غزلان البادية ينتظرون بأن يسجلوا الهدف الأول. شاهدنا العديد من الفرص الضائعة في الشوط الأول، وأتينا بهذا الشوط الثاني من المباراة، أكيد هو شوط التخطيط للمدربين. والكرة عدت هنا، محمد سويعيد، عدى سويعيد، مر سويعيد، يا محمد يا سويعيد، والكرة عند الحارس رضا عبد العزيز. محمد سويعيد حاول بالمرور بهذه الكرة وعدى عن اللاعب محمد جاسم، وكذلك تعثر وسقط أرضا. سويعيد باللقطة الماضية شاهد أضاع فرصة كادت أن تكون هنا الكرة بنقلة وبإحضان الحارس أمجد رحيم بتصويبة اللاعب البشير بن محمد. لازلنا نشاهد ونتابع بهذه المباراة، هل يكون هناك هدف من خلال هذه المجريات للشوط الثاني؟ ونترقب. عادت الآن بنقلة عند اللاعب علي خالد لمحمد دلاهي، يلعبها دلاهي والكرة بمنتصف الملعب، نقلة لمصلحة نادي الكهرباء من حيدر، وتعود عند اللاعب محمد قاسم، عادت من محمد لحسام كاظم، حسام عند اللاعب منتظر عادل، عدى منتظر عادل، مر منتظر عادل، ويحاول منتظر عادل بالابعاد تتخلص، وتعود من علي لمرتضى علي. هذه عند اللاعب دومينيك مندي، من دومينيك مندي لعلي خالد، وهنا الصافرة تأتي وخطأ. سلامة اللاعب دومينيك مندي والخطأ باللقطة الماضية. نشاهد ولا زلنا نتابع حتى الآن، ولا زلنا ننتظر اللقطة الماضية. لا زلنا نتابع أحبتي. هناك بعد ذلك الخطأ. شاهد هنا بهذه الكرة التي عدت وبهذه التصويبة التي وصلت لأحضان الحارس أمجد بعد أن عدى فيها اللاعب البشير بن محمد التونسي، وكانت عند الحارس أمجد رحيم بأحضان الحارس أمجد رحيم باللقطة الماضية. سلامة اللاعب خميس المواني التونسي بعد التدخل باللقطة الماضية. اللقاء رقم 25 خلال لقاءات الفريقين بين النجف والكهرباء. فوز النجف على نادي الكهرباء في موسم 2010 بهدفين مقابل هدف، يوم سجل أسهر طاهر وشاسم سلطان بتلك المباراة، وحسين علي عبد لتلك المباراة سجل لنادي الكهرباء الهدف الوحيد. بموسم 2011 18-11 أيضا 2-1 يوم سجل سامر سعيد وأيضا رياء فالح بتلك المباراة. هذه الكرة التي وصلت ومصطفى جواد سجل الهدف الوحيد للكهرباء. أيضا هذه النتيجة تكررت في موسم 2017 لمصلحة نادي النجف، يوم سجل أمير صباح وعدي شفال، وكرر حميد سجل الهدف الوحيد لنادي الكهرباء بتلك المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف. هذه نقلة بمنتصف الملعب، عدت وللأمام عند اللاعب منتظر بنقلة وصلت من حيدر، ومرت هناك تأتي صافرة حكم المباراة وخطأ لنهاد محمد، خطأ لمصلحة اللاعب نهاد محمد، وبطاقة صفراء على اللاعب مرتضى علي. البطاقة الصفراء تشهر من حكم المباراة
الكابتن محمد طارق بالتدخل باللقطة الماضية ما بين اللاعب مرتضى ونهاد محمد. بهذه اللقطة أجبرت حكم المباراة بأن يظهر ويشهر البطاقة الصفراء على اللاعب مرتضى اللقطة الماضية. موسم 2018 2-0 لنادي النجف يوم سجل فرحان شكور وأمجد عطوان تلك المباراة. كذلك في موسم 2020 1-0 سجل علي صلال ذلك الهدف الوحيد. وبموسم 2023 أيضا انتهت بهدف وحيد سجله اللاعب مازن فياض. بموسم 23 كذلك انتهت بهدف يومها سجل اللاعب حازم المستوري. وأيضا في المباراة الأخيرة التي جمعت لقاء الفريقين في موسم 2024-23 انتهت 2-1 يوم سجل اللاعب شبر علي ومحمد قاسم. وأيضا رفيق أمينو سجل الهدف الوحيد بتلك المباراة لنادي الكهرباء. هذا آخر لقاء جمع الفريقين انتهى لمصلحة نادي النجف بهدفين مقابل هدف. وهنا الكرة الثابتة لمصلحة نادي الكهرباء. حسام كاظم هو على التنفيذ. حسام كاظم بالقميص رقم 6 على التنفيذ للكرة الثابتة. إذن حسام يترك هذه الكرة لعلي خالد. علي خالد كابتن الفريق على التنفيذ من هذا المكان. وتصويبة علي اصطدت هنا بحائط الصد الجداري وأبعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة بعد تدخل اللاعب فابريس أبعدها والسلامة لعلي. علي خالد سقط أرضا بعد دخول اللاعب فابريس على قدم اللاعب علي خالد باللقطة الماضية. شاهد بهذه الإعادة ما بين فابريس وعلي خالد. بهذا التدخل وبهذه الطريقة خطأ على اللاعب فابريس والسلامة للاعب علي خالد بهذا التدخل بالكرة الماضية ما بين اللاعب علي خالد وفابريس. وكانت صافرة حكم المباراة حاضرة. خطأ كان على اللاعب فابريس اللاعب الترولي. سلامة اللاعب علي خالد لأن هناك خطأ. لا زلنا نشاهد أحبتي تعادل مستمر ما بين نادي الكهرباء ونادي النجف بعد أن تحدثنا بنتائج الانتصار لنادي النجف. كذلك الانتصارات التي حققها نادي الكهرباء خلال لقاءاته أمام نادي النجف. وفاز بموسم 2006 1-0 يوم سجل عبد السلام عبود الهدف الوحيد. وبموسم 2010 أيضا فاز نادي الكهرباء 2-1 بتلك المباراة سجل عباس حسن ومصطفى محمود. علاء عاصي سجل ذلك الهدف الوحيد لنادي النجف. كذلك بموسم 2013 3-1 بهذه النتيجة فاز بها نادي الكهرباء. سجل مصطفى جودة وليد خالد ومهدي عبد الزهرة. حيدر عبد الإله سجل ذلك الهدف الوحيد أيضا بنفس الموسم في مباراة الإياب 1-0 في موسم 2013 يوم سجل أحمد حسين ذلك الهدف الوحيد. وهنا الخطأ سلامة لعلي خالد حينما ينهض علي خالد وستنفذ هنا الكرة الثابتة ركلة حرة مباشرة ملعوبة الكرة والإبعاد تتخلص الكرة بأمامية غادرت أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية الملعب. نعم في موسم 2022 فاز الكهرباء 2-1 عبد الله عبد الأمير وشافي موموني سجل بتلك المباراة. بينما في آخر انتصار كان لنادي الكهرباء هو على النجف 3-1 بموسم 22 14-12 بتلك المباراة التي انتهت ب3 أهداف مقابل هدف. بتلك المباراة التي سجل فيها ستيفن بافور وزاهر ميداني وعلي جاسم. وسجل للنجف مرتضى هديب المتواجد في مقاعد البدلاء الآن لنادي الكهرباء. وكان يومها لاعبا لنادي النجف وسجل في شباك الكهرباء. هل يشترك بخلال هذا اللقاء ويكون بطاقة رابحة لكتيبة المدرب راضي شليشل؟ هذه الإعادة لهذه اللقطة التي غادرت أرضية الملعب. وكان نهاد محمد يطالب حكم المباراة ويقول الكرة لامست يد اللاعب باللقطة الماضية. لكن ماذا هناك؟ نعم تعاد اللقطة. هل يعود للفار ليتأكد؟ هي كانت واضحة لكن يبقى القرار عند حكم المباراة. لا وجود لركلة جزاء ويطلب استمرارية اللعب
باللقطة الماضية. هذه الكرة عدت، هنا الإبعاد تتخلص وبنقلة للأمام. غزلان البادية نادي النجف، الفريق الذي يطمح من أجل الوصول وتسجيل هدف أول من خلال هذا اللقاء. والكرة عادت هناك عند اللاعب حسام بعد ما غادرت يا حسام كاظم. هذه تلعب الآن بمنتصف الملعب وبنقلة عدت ولا زالت مستمرة هنا بالوسط. نعم نادي النجف يحاول بكل السبل بأن يصل ويسجل هدف من أجل أن يصالح جماهيره بعد الإخفاق الأخير. هذا الفريق الذي يلعب بروح الانتصار وبهذه المحاولة، نعم بروح قتالية لا تعرف الاستسلام، ينسج هجماته بانسيابية وكاد أن يصل من خلال هذه اللحظات لكي يعود ويسجل محمد قاسم. من محمد تحركات محمد، الله مرت يا جدع، ضاعت يا علاء، الكرة ضاعت يا علاء باللقطة الماضية، غادرت، نعم ضاعت الكرة. هذه وصلت وبعد ما عدت تلك الكرة ولا زالت الأمور مستمرة بالتعادل. شاهد كيف هي الكرة، كيف مررها محمد قاسم، وبنقلة محمد قاسم التي وصلت عند اللاعب علاء مهاوي والتي غادرت أرضية الملعب. عادت من جديد، نقلة أخرى وتصل مرة أخرى. هذه تمضي للأمام من جديد مرة أخرى. في وسط الملعب للأمام يحاولون بهذه الكرة التي عدت الآن أمامية. هذه التمريرة من منتظر عدت، ممكن أن تكون، والإبعاد يأتي، الإبعاد يأتي تتخلص هناك بوسط الملعب بمحاولة. هي وصلت، هي عدت ولا زالت مستمرة لتكون بنقلة طويلة للأمام لمصلحة اللاعب. هناك من يعدي عند اللاعب دومينيك مرتضى، عد بتلك الكرة التي غادرت أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية الملعب. هذه تعود بوسط الملعب. سويعيد، نقلة عادت يا سويعيد وبمحاولة تستمر بهذا الأداء. هناك تأتي صافرة وخطأ، صافرة حكم المباراة خلال وجود خطأ. السلامة للاعب محمد جاسم. محمد جاسم هذا المدافع وصلابة هذا المدافع واحد من اللاعبين المميزين مع نادي النجف، لاعب كذلك بالخبرة بإصراره، وفعلا هذا اللاعب يمتلك أسلوب خاص يجذب الأنظار، يمتلك من المهارة العالية، من المراوغة، من القطع، من الاستلام والتسليم، ولدي رؤية ممتازة للعب. سواء كنت أتحدث عن هذا اللاعب بنقلاته وتمريراته الرائعة هنا بهذه التصويبة التي عادت من محمد سويعيد، وبنقلة وصلت عند الحارس رضا عبد العزيز. رضا عبد العزيز بتلك النقلة مرت الآن، عدت ولا زالت مستمرة. هي تعود مرة أخرى، يلا ماشي. حسام كاظم يحاول بهذه الكرة من حسام، انقطعت عند اللاعب علاء، من علاء مهاوي، وصلت يا علاء عند اللاعب علي، ينتظر علي يوصل الملعب، نقلة من علي، وهنا العبور عند اللاعب إياي أم دومينيك، وعادت من محمد قاسم يلعبها لعلي فايز. علي فايز، نقلة من علي فائز بهذه النقلة مستمرة من علي، وهنا الكرة عند اللاعب خميس، والخطأ باللقطة الماضية، خطأ باللقطة الماضية. بتلك اللقطة شاهد بهذه الإعادة، شاهد هنا الخطأ، وكانت راية المساعد حاضرة.
أمجد رحيم. نشاهد ملعوبة الكرة طويلة، وصلت الآن بنقلة من جديد وتعود لمصلحة نادي النجف. ماشية من فابريس بوسط الملعب، تتخلص دومينيك، عادت يتراجع للخلف. نهاد لمنتصف الملعب، يقطع ليستلم ويسلم. منتظر عادل، وعادت الكرة عند اللاعب محمد. يحاول الآن بهذا المرور، بهذا العبور من علام هاوي لمحمد قاسم. كرة تحت أقدام اللاعب محمد قاسم من دومينيك. عاد مندي حاول المرور والكرة لا زالت مستمرة. انقطعت من خميس الماعوني بهذه الكرة. من خميس يلعبها وبنقلة بالراس. هنا الارتقاء، وصلت لمنتصف الملعب ولا زالت الكرة عند اللاعب هنا دومينيك لفابريس. محمد قاسم بهذه التحركات، شاهد بنقلة بتمريرة رائعة من محمد، وتمضي هناك من الممكن ومن المؤمل بعد أن وصلت لأمجد رحيم. أمجد يا رحيم يتألق. يا لا، هذه الإثارة حتى الآن، والمباراة أحبتي كما تشاهدون لا زالت خالية من الأهداف. سفيان يونس المودن المغربي سيشترك الآن. سفيان هو سيشترك الآن بنقلة عدت هناك بمنتصف الملعب، وعند اللاعب بهذه التحركات من خميس بوسط الملعب. نقلة تعود هناك يا خميس لخضر علي. خضر لتعود حيدر عبد الكريم. انقطعت، مر بالكرة. هناك خطأ، هناك خطأ للاعب البشير اللقطة الماضية، وعلى اللاعب حيدر عبد الكريم الخطأ بتلك اللقطة. الآن نشاهد علام هاوي ترك أرضية الملعب، وأيضا يشرك أحمد نعيم. شاهد وفابريس أيضا هو من ترك أرضية الملعب، واللاعب إياي وبعد أن أشرك اللاعب سفيان وأحمد نعيم. أحمد نعيم لعب لنادي القاسم، لعب أيضا لنادي النفط، وعاد لنادي النجف، وكذلك اشترك اللاعب معين أحمد، نعم لاعب نادي النجف في الموسم الماضي، ليكون اليوم منافسا لفريقه السابق من خلال هذا اللقاء. ونشاهد أحبتي ملعوبة الكرة هنا، انقطعت ومستمرة بهذا التحدي. بعد ذلك الخطأ، سلامة اللاعب معين، اللاعب الذي اشترك للتو بعد التدخل باللقطة الماضية مع اللاعب معين أحمد. وهنا الكلام ما بين الكابتن راضي شنيشل والكابتن خميس باللقطة الماضية. سلامة للاعب بهذا الاشتراك ما بين اللاعب أحمد نعيم البدلاء باللقطة الأولى بهذا التصادم، ونتمنى السلامة لمعين أحمد بعد تصادم والارتقاء باللقطة الماضية بينما بين اللاعب أحمد نعيم هو زميله، كانوا أيضا يلعبون سوية بفريق واحد في صفوف غزلان البادية. سلامة للاعب معين يترك أرضية الملعب، يتعافى ليعود. وأحمد نعيم البديل، اللاعب الذي اشترك منذ لحظات مضت نادي النجف من خلال هذا اللقاء، يسعى ونادي الكهرباء كذلك يبحث عن هدف أول من خلال مباراة اليوم، من خلال مجريات الشوط الأول لحساب الجولة 19 من منافسات دورينا دوري نجوم العراق. هذه الجولة
التي انطلقت بالأمس وانتهت بافتتاح الجولة بين نادي نفط ميسان والطلبة. كانت لنفط ميسان بهدف مقابل لا شيء، والكرخ تغلب على ديالى ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. القرمة تغلب على الميناء بهدفين دون رد. الزورات تعادل أمام الشرطة، وكذلك بهذا التوقيت أيضا تلعب مباراة النفط ونادي توك خلال هذا اللقاء نفس التوقيت. وأيضا أحبتي بعد أن عادت تلك الكرة وغادرت أرضية الملعب، لا زالت حتى هذه اللحظات الأمور مستمرة بالتعادل سلبا من دون أهداف، ولا زلنا نشاهد ونتابع مباراة نفط البصرة كذلك أمام الحدود انتهت ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. نفط البصرة يقسو على نادي الحدود ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. بعد ذلك تدخل هناك راية، والخطأ الآن لمصلحة نادي نجف بهذه اللحظات. البحث عن هدف أول سفيان اللاعب المغربي البديل، وبهذا المكان لنادي الكهرباء يبحثون عن أول أهداف المباراة لنادي الكهرباء. الكرة الثابتة وحكم المباراة ماذا يشير؟ يقول توقف يا كابتن لا تنفذ. الآن يطلب من محمد قاسم أن يتراجع، نجم الفريق موهبة نادي النجف محمد قاسم. وهناك من على تنفيذ خضر، من للكرة الثابتة ملعوبة الآن. هذه كرة عند الحارس عبد العزيز، رضا عبد العزيز، يا رضا عبد العزيز، وبنقلة طويلة مرت يا رضا وعدت هناك من ماكنزي لمحمد قاسم. تحركات اللاعب محمد قاسم بنقلة وصلت لمندي وانقطعت لتعود مرة أخرى بمنتصف الملعب. هناك نهاد، محمد يتراجع والكرة عند اللاعب حيدر عبد الكريم. حيدر عبد الكريم لنادي الكهرباء، تتهيأ الكرة سويعيد، محمد يا سويعيد، مر يا سويعيد، حاول سويعيد، لا صعبة جدا من بين 4 لاعبين يا محمد سويعيد، كاد عليك أن تمرر. وبهذه التصويبة من حيدر عبد الكريم لكنها بعيدة يا حيدر، الكرة بعيدة يا حيدر عبد الكريم، ضاعت يا حيدر عبد الكريم. الكرة الماضية نادي الكهرباء، النادي الذي تأسس عام 2001 وكانت مشاركة نادي الكهرباء في الدوري الممتاز 2004-2005. هذه الكرة بعد أن وصلت هناك أيضا شارك في البطولة الآسيوية في بطولة غرب آسيا، وقدم يومها معطيات كبيرة، قدم مباريات كبيرة، أشرف الكثير من المدربين على تدريب نادي الكهرباء، ومنهم العديد أيضا من لاعبين منتخباتنا اللي مثلوا المنتخبات الوطنية لعبوا لكيان نادي الكهرباء، عن اللاعب حسام كاظم، محمد قاصد أو حسام قاصد عفوا، هناك عبد القادر، مهند علي، حسام إبراهيم، وكذلك سيف حاتم، ياسر نعيم، حسن عاشور، علي خالد، مرتضى هديب، محمد إبراهيم، الكثير، علاء حسين ومراد. ربما تطول القائمة بالأسماء التي مثلت نادي الكهرباء. فهذه وصلت الآن وعدت هنا بنقلة وبمحاولة مرت، وكذلك كان وصيف بطولة كأس العراق لموسم 21-22 بعد ما خسر أمام نادي الكرخ بهدفين مقابل هدف. هذه عادت الآن في موسم 2017 الكهرباء احتل المركز الخامس بترتيب دوري نجوم العراق. هذه عادت الآن أو في الدوري العراقي النخبة من الأسماء الكبيرة من الذين فارقوا الحياة، ومنهم من الأحياء المتواجدين في الساحة الرياضية دربوا نادي الكهرباء، راحل نبيل زكي، عادل عبد الرضا، وكذلك يونس عبد علي عفوا، راجح محمد باسم، محمد نبيل زكي، نعيم صدام، صباح عبد الحسن، كريم فرحان، شاكر محمود. هذه الأسماء التي دربت الراحل علي هادي رحمة الله عليه، والرحمة والمغفرة لكل الأموات الحركة الرياضية من مدربينا ولاعبينا. واليوم تشاهد هذه الأسماء المتواجدة هنا التي تقود كيان الكهرباء، كتيبة المدرب راضي شنيشل،
بعد هذه الكرة التي عدت وغادرت أرضية الملعب. خطأ. سلامة اللاعب نياد محمد بعد التدخل بالكرة الماضية. يا نياد محمد. هذه الإعادة ما بين علي فائز وأحمد عايد، والخطأ هنا بوسط الملعب. الخطأ لمصلحة نادي الكهرباء من خلال هذا اللقاء ومن خلال أحداث هذه المباراة. عدت الكرة للأمام، لا زالت مستمرة بالتحدي ما بين نادي النجف ونادي الكهرباء. النجف غزلان البادية بعد الخسارة أمام نادي الكرخ في الجولة 18 بهدف دون رد، وهذه وصلت الآن بمنتصف الملعب وهم ينتظرون بأن يكون هدف بالمباراة. هل يأتي الهدف بهذا اللقاء سواء كان لنادي الكهرباء أو لنادي النجف؟ إذا جاء الهدف سيحرك المياه الراكدة لهذا اللقاء، وأكيد ربما تتغير الأمور لمصلحة الغزلان أو للكهرباء. نتابع ونشاهد ما تبقي من أحداث هذا اللقاء ونحن نلعب بالدقيقة 71 من أحداث المباراة بعد أن وصلت النجف. فاز ب6 مباريات وتعادل ب6. هو فاز على نادي ديالى 2-0، فاز على الحدود 1-0، 4-1 على نادي نفط ميسان، 1-0 على نادي القاسم، 3-2 على الميناء، و4-0 على نادي القوة الجوية، بينما تعادل أمام النفط وكربلاء والزوراء بهدف لمثله، وتعادل سلبا بدون أهداف أمام نادي أربيل ونفط البصرة والشرطة. نعم، بهذه النتائج هو بعد أن تغلب على القوة الجوية ب4 أهداف أمام الأندية الجماهيرية، قدم مباريات كبيرة نادي النجف، وتعادل أمام الزوراء بهدف مقابل هدف، تعادل سلبا أمام نادي الشرطة، وكذلك هذه الكرة عدت بينما خسر من توك 1-0، من نوروز 2-1، خسر من الطلبة 2-1، خسر من نادي القرمة 1-0، من زاخو 1-0، ومن الكرخ 1-0. نادي النجف وصيف في الدوري العراقي 3 مرات، هذه بعد أن عدت موسم 95-96 مع المدرب ناجي حمود كان وصيفا للدوري العراقي، وكذلك في موسم 2005 مع المدرب الكبير، المدرب القدير المحترم الذي قدم سلسلة من الانتصارات مع نادي النجف، الكابتن هاتف شمران في زماناته. نعم، أخرج للنجف فريق مميز، فريق محترم، وكان يومها هو الوصيف للدوري العراقي في موسم 2005 مع هذا المدرب، وكذلك مع المدرب الحالي في 2009 كان نادي النجف وصيف للدوري العراقي مع المدرب عبد الغني شهد. هذه عن نادي النجف وعن معطياته الكبيرة ووصوله دائما ما يكون في القمة وفي المراكز المتقدمة، ويسعى من خلال هذا الموسم أن يستعيد وضعه وأن يقفز بسلم الترتيب ليكون في المراكز المتقدمة في دوري نجوم العراق بعد أن وصلت الكرة وبعد أن عادت. وعن أي الأسماء تتحدث بنادي النجف؟ عن الكابتن علي هاشم، ذلك الهداف الكبير لنادي النجف، الهداف التاريخي لنادي النجف وهداف دورينا كذلك بموسم 96-97. آنذاك كان هداف الدوري علي هاشم ب19 هدف، وأفضل لاعب كان في وقتها في موسم 93-94 الكابتن علي هاشم، واحد من الأسماء الكبيرة التي مثلت نادي النجف. وعن أسماء تطول القائمة إذا أردت العد بهذه الأسماء: عن علي هاشم، عن حيدر نجم، عبد الغني شهد، صالح سدير، أحمد جاسم كرار، جاسم حيدر، عبيد حسين كريم. هذه الأسماء التي مثلت سلمان حسين، ناجي حمود، حميد حيدر حميد، وحامد رحيم. الكثير من الأسماء والكثير أيضا من المدربين أشرفوا على تدريب نادي النجف لغزلان البادية. عن تلك الأسماء الكبيرة، عن نخبة من المدربين اللي دربوا نادي النجف والكيان الأزرق، الموج الأزرق، غزلان البادية، وبمنتصف الملعب الكرة مضت ولا زالت مستمرة حتى الآن بهذه المحاولات التي عدت هنا بنقلة أمامية، ولا زالت مستمرة الكرة بالإبعاد، يأتي تتخلص هناك بنقلة مستمرة لمصلحة نادي الكهرباء. من الكهرباء تعود محمد سويعيد بمنتصف الملعب. يا محمد
سويعيد، عادت من سويعيد وتعود. محمد سويعيد يلعبها لمصلحة نادي الكهرباء. التعادل حتى الآن أحبتي هو المستمر بهذه المباراة، لا شيء للنجف ولا شيء لنادي الكهرباء من خلال هذا اللقاء. وحتى هذه الدقائق هناك صافرة تأتي من حكم المباراة وخطأ. سلامة اللاعب بعد التدخل بالكرة الماضية محمد جاسم، والكلام ما بين محمد جاسم باللقطة الماضية وحكم المباراة الكابتن محمد طارق في تلك اللقطة. التعادل مستمر ما بين غزلان البادية والكهرباء من خلال هذا اللقاء. يشاهد التعادل هذا معين أحمد القادم من النجف، واليوم يكون منافسا لفريق السابق لنادي النجف من خلال هذا اللقاء. ثابت الكرة وملعوبة هنا بالراس، عدت للأمام وإلى خارج أرضية الملعب، مرت من فوق العارضة وغادرت أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية الملعب. الأسماء كبيرة دربت هذا الكيان غزلان البادية عن الكابتن ناجي حمود، هاتف شمران، عبد الغني شهد، واثق ناجي، نصر علوان، منى محمد حسين، اسماعيل، هاتف خضير، وعماد محمد، حسن احمد، حيدر عبودي، احمد خلف. كثير من الاسماء التي دربت نادي النجف، لكن تبقى الاسماء الابرز في تدريب نادي النجف الكابتن عبد الغني شهد، الكابتن هاتف شمران، الكابتن ناجح حمود، لكون هذا الثلاثي وصل بالنجف بعيدا في الدوري، وكانوا قريبين جدا من تحقيق لقب الدوري لجماهير النجف. لكن هذا هو حال كرة القدم، بما انك وصلت نعم وحققت انجاز من الصعب ان يصل اليه اي من الانديه. وصلت الكرة هنا، عدت بهذه المحاولة وبهذه النقلة لا زالت مستمرة، والكرة بعد ان غادرت يا احمد نعيم اللاعب البديل احمد بالكرة الماضية وبالمرور باللقطة الماضية. لا زلنا نشاهد مستمرة المباراة. يلا يا كابتن، كل شيء مستمر، والتعادل حتى الآن سلما من دون أهداف، لا شيء للكهرباء. استمر الأداء بين الكهرباء، فهل تعود الكهرباء بقوة وتسجل هدف الانتصار، أم يكون لغزلان البادية الهدف الأول الذي يحقق النقاط الثلاثة من خلال مباراة اليوم؟ ولا زلنا نتابع، هل ينجح الكهرباء بأن يتقدم في المباراة؟ هذا ما يتساءل به الجمهور، بأن تكون النقاط الثلاثة بجعبة المدرب راض شنيشل أم بجعبة المدرب عبد الغني شهد، ويفرح جماهير نادي النجف ويعود من خلال مباراة اليوم بثلاثة نقاط. نتابع، كل شيء ممكن في كرة القدم، ممكن بلحظة وأخرى يكون هناك هدف ويغير المعادلة لهذه المباراة لحساب الجولة 19 من منافسات دوري نجوم العراق. بعد هذا الخطأ باللقطة الماضية، وكذلك شبر علي يستعد الآن، وأيضا يونس حمود على ما يبدو ستكون بطاقات المدرب عبد الغني الشهد التي سيزج بها الآن من خلال هذه الدقائق المتبقية من أحداث المباراة. والتعادل لا زال حبتي هنا الصافرة وراية المساعد مصطفى لحاكم المباراة بالتسلل باللقطة الماضية. هذه الإعادة، شاهد هنا الإعادة، وكان هناك تسلل وراية نعم واضحة من المساعد لحاكم المباراة. لازلنا نتابع، وهنا عند الحارس أمجد رحيم، يلعبها أمجد طويلة من أمجد رحيم،
نقلة هناك للأمام، تتخلص أكثر الكرات تهدر يا مرتضى علي، والإبعاد حاضر بأكثر من كرة غادرت أرضية الملعب. المباراة مستمرة، فهل يكون هناك هدف بالمباراة؟ هذا نهاد محمد، النهاد محمد، وبعد أن قطعت يا نهاد محمد وغادرت أرضية الملعب الكرة الماضية، لا زالت الأمور مستمرة بالتعادل من دون أهداف. هنا بهذه التحركات هي بنقلة وصلت عند اللاعب أحمد نعيم، مر أحمد نعيم عدى بهذه النزعة الهجومية، وهنا صافرة تأتي على ما يبدو فيها بطاقة صفراء. نعم، بهذه الكرة فيها بطاقة صفراء على ما يبدو على اللاعب سويعيد بعد المرور، بعد العبور يا محمد سويعيد، بعد الإعاقة للاعب أحمد نعيم. نعم، البطاقة الصفراء كانت مستحقة على اللاعب سويعيد باللقطة الماضية، وأحمد نعيم كان يطالب حكم المباراة بأن تكون فيها بطاقة صفراء يونس حمود. وأيضا كذلك غادر أرضية الملعب علي فائز والبشير، شبر علي ويونس، يونس حمود وشبر علي بعد تلك اللقطة التي غادرت. نعم أحبتي، النجف لا زال يسعى، شاهد بهذه العادة لهذه الكرة التي مضت وبهذه التصويبة التي غادرت أرضية الملعب من محمد قاسم، سدد بقوة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. يا محمد قاسم الكرة تمضى، محمد قاسم يقدم كل ما لديه من طاقة وإمكانيات من أجل الوصول وتسجيل هدف تقدم لفريقه، بينما هناك اللاعب منتظر عادل وتحركات سويعيد ونهاد محمد، هذا أحمد عايد، من أجل الوصول لمرمى الحارس رضا عبد العزيز بهذا الأداء المتصاعد، بينما هو خالي من الأهداف من خلال مباراة اليوم. هل يكتفي نادي النجف بنقطة، وهل يكتفي نادي الكهرباء بنقطة ليتقاسمون نقاط هذه المباراة ويعود النجف بنقطة وحيدة من خارج الديار، وهنا تكون نقطة لصاحب الأرض لنادي الكهرباء، أم تكون 3 نقاط حاضرة في المباراة؟ سويعيد عدى من الآن، سويعيد وتسديدة من محمد سويعيد، سدد بقوة محمد سويعيد وغادرت أرضية الملعب يا محمد سويعيد. مصطفى معا على ما يبدو الآن، مصطفى محمد معا بدلا من ماكنزي، مصطفى محمد بدلا من اللاعب أحمد ماكنزي يغادر أرضية الملعب، ويشرك اللاعب مصطفى محمد معا بهذه الدقائق المتبقية من أحداث الشوط الثاني للمباراة. أحبتي التعادل هو المسيطر على أحداث هذا اللقاء ما بين الكهرباء والنجف. الكرة طويلة أمامية بالراس، تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، جانبية لمصلحة غزلان البادية لنادي النجف. أحمد نعيم على التنفيذ لرمية الجانبية من أحمد نعيم، ملعوبة الكرة وبالراس، هناك بنقلة الإبعاد، تتخلص من محمد أمامية بمنتصف الملعب، الكرة عند اللاعب مصطفى وللأمامي الصافي، مرت هذه المرة عند اللاعب محمد قاسم بنقلة والتصويب، ووصلت لأمجد سهل. كرة الماضية بعد تمريرة محمد قاسم وتلك التسديدة، شاهد من محمد قاسم بهذا الذكاء، مرر الكرة ليونس ولكن عند الحارس، وكان هناك تسلل على ما يبدو باللقطة الماضية، حتى عادت الكرة هنا لوسط الملعب لمصلحة نادي الكهرباء. من الكهرباء تعود مرة أخرى محمد قاسم بهذه التحركات من محمد قاسم، وبنقلة عادت لقاسم مرة أخرى، شاهد يعود مصطفى من مصطفى لدومونيك مندي. فابريس يحاول الآن، فابريس يبحث عن زميل، فابريس يبحث عن رفيق، نقلة من فابريس، لا 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 لا، طالت الكرة على اللاعب أحمد نعيم،
بتمريرة سريعة يا فابريس غادرت أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية الملعب يا فابريس. الآن حيدر عبد الكريم يغادر أرضية الملعب، وكذلك يشرك اللاعب مرتضى هديب. مرتضى هديب بدلا من اللاعب حيدر عبد الكريم، وسويعيد كذلك يترك أرضية الملعب على ما يبدو بهذه اللحظات. سويعيد وحيدر عبد الكريم يغادرون أرضية الملعب. مرتضى هديب وأيضا اللاعب عباس عادل يشرك الآن. مرتضى هديب لعب لنوروز وللنجف وكذلك الشرطة فوت ميسان ويشترك الآن، وأيضا اللاعب عباس عادل نعمة لعب الحدود والمعار من القوة الجوية لنادي الكهرباء بنقلة تعود مرة أخرى عند اللاعب محمد قاسم. تغييرات المدربين بهذه الدقائق المتبقية من أحداث اللقاء، وبمنتصف الملعب عدت الكرة لتعود من اللاعب خميس هنا لنهاد، وهناك خطأ مع ذلك التدخل الخطأ بمنتصف الملعب. هذا دومينيك مندي بهذه المحاولة مستمرة حتى الآن بنقلة لمصلحة نادي الكهرباء. عادت للنجف مرة أخرى من أحمد نعيم، يحاول أحمد نعيم بنقلة عدت لمحمد قاسم، لا هنا تأتي بهذه الكرة، لا مرت هناك من اللاعب شبر علي، عدى بهذه العرضية من أحمد نعيم وتصل هناك ممكن لمصطفى، مرت ولا زالت الأمور مستمرة بهذا التحدي ما بين النجف والكهرباء. تحركات لنادي النجف، دومينيك مندي يلعبها، تتهيأ الكرة وعادت مرة أخرى محمد قاسم بنقلة بمنتصف الملعب، عدت لمعين أحمد، مر بالكرة بناء هجوم لمصلحة نادي الكهرباء من خلال هذه الكرة لمعين، والابعاد يأتي فابريز بوسط الملعب. دومينيك مندي يحاول الآن بنقلة يا دومينيك، هذا محمد قاسم وهناك مصطفى وهناك كذلك يونس بهذه الكرة بنقلة، عدى الآن مر بالكرة قريبة من اللاعب يونس حمود وصافرة حكم المباراة. بعد ذلك الخطأ والإبعاد يونس حمود، والكلام ما بين حكم المباراة واللاعب يونس حمود باللقطة الماضية. شاهد كان الخطأ على اللاعب يونس حمود باللقطة الماضية، بذلك التدخل. شاهد هذه الإعادة بين حسام كاظم ويونس اللاعب البديل يونس حمود. أمجد رحيم للكهرباء، نعم هنا لنادي الكهرباء بملعب الزوراء. التعادل حتى الآن قائم ما بين النجف الفريق الذي حل ضيفا لمواجهة نادي الكهرباء، وبالراس ارتقاء من محمد جاسم. الابعاد بالكرة الماضية عدت وللأمام، تصل هناك بمنتصف الملعب بهذه الكرة، وصلت هنا انقطعت من اللاعب خميس بلقطة وخطأ. سلامة اللاعب خميس المعواني التونسي. بعد هذا التدخل ما بين أيضا أحمد عايد، وهذه اللقطة ما بين اللاعب محمد جاسم وكذلك أحمد عايد. خطأ السلامة لأحمد عايد. كل شيء يمضي أحبتي ويداهم مجريات الشوط الثاني من أحداث المباراة، وبعد زج اللاعب سفيان قبل المدرب عبد الغني شهد، وكذلك شبر علي ويونس حمود وأحمد نعيم ومصطفى معا. هل تتغير الأمور لمصلحة نادي النجف؟ وكذلك بعد إشراك اللاعب عباس عادل ومعين أحمد ومرتضى هديب بصفوف نادي الكهرباء، هل يكون هناك هدف حتى يغير المعادلة لهذه المباراة لتصبح بهدف مقابل لا شيء، أم تستمر المباراة بالتعادل ما بين الفريقين؟ تعادل، ومحمد قاسم يتحدث مع حكم المباراة. شاهد هذا هو الدخول ما بين اللاعب محمد جاسم واللاعب خميس المعوني باللقطة الماضية للإعادة، يترك أرضية الملعب. سفيان الواضح بالصورة اللاعب البديل
سفيان المودن المغربي. هذه عدت تصل سهلة للحارس رضا عبد العزيز، من رضا لفابريس، يلعبها فابريس هنا لأحمد نعيم. أحمد نعيم، عد أحمد نعيم، المرور من أحمد نعيم بنقلة من أحمد، وصلت يا أحمد نعيم، تحركات لسفيان يبحث عن رفيق ما بين سفيان وأحمد نعيم، انقطعت الكرة. معين أحمد، معين يحاول الآن، معين أحمد البعض عن زميل بالمعين بوسط الملعب. شاهد معين، عاد الكرة لمرتضى ديب، مرتضى ديب تعود من الديب لحسام كاظم، نقلة طويلة وصلت هناك قريبة. مصطفى لا هنا بهذا التدخل وخطأ، خطأ لمصلحة اللاعب مرتضى علي في اللقطة الماضية. هذا الخطأ كان على اللاعب نهاد محمد في هذه اللقطة. نهاد عند قدومه لنادي الكهرباء سجل هدفين بشباك الميناء، وسجل هدف في شباك نادي القرمة عند 3 أهداف. وهذه الكرة تعود لفابريس بنقلة، وصلت الآن لأحمد نعيم. محمد قاسم، من محمد قاسم، تحركات محمد قاسم بتمريرة هنا لتصل بمنتصف الملعب، وبنقلة عدت لفابريس يحاول ما بين معين وفابريس، انقطعت الكرة وبنقلة أخرى تصل هناك لمرتضى ديب لخميس ماشية الكرة، وبالوسط دومينيك مندي عدت، مندي مر للنجف، عدت تمريرة بنقلة، هل تصل؟ لا لن تصل، بل وصلت إلى خارج أرضية الملعب يا دومينيك مندي. تحركات رائعة للاعب محمد قاسم بتمريرات ذهبية وبنقلة كانت بذكاء ومرور كان رائعا من اللاعب دومينيك مندي باللقطة الماضية، والتي غادرت أرضية الملعب. لا شيء لنادي النجف، وعلى ما يبدو سيشرك اللاعب حسين جاسم الآن بهذه الدقائق المتبقية من الوقت الإضافي. 5 دقائق هو وقت إضافي، وتعود الكرة تعادل سيد اللقاء، وتصل الكرة من محمد، تعود هناك عند اللاعب مرتضى علي، من مرتضى علي بهذا الملعب. بالأمس لقاء الديربي ما بين الزعيم والقيثارة، ما بين الزوراء النوارس والشرطة الذي انتهى بالتعادل. يبقى نادي الشرطة متصدر الترتيب بفارق نقطة، وكذلك الشرطة لديه مباراة مؤجلة أمام نادي نفط البصرة من هذه المرحلة. واليوم أحبتي كما تشاهدون المباريات هي الأخيرة من المرحلة الأولى لحساب الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى من منافسات دوري نجوم العراق، دوري المحترفين لموسم 24-23. وبعد أن غادرت أرضية ملعب هذا المرور كان من محمد قاسم، لكن حسام كاظم اللاعب اللي مثل الزوراء في الموسم الماضي وانتقل للكهرباء ولعب أيضا للشرطة وللنفط. أحمد عايد يغادر أرضية الملعب، وكذلك خميس أيضا يترك أرضية الملعب، ثنائي غادر أرضية الملعب وزج باللاعب علي رحيم وحسين جاسم البدلاء في الوقت الإضافي. تحركات هنا منقول الكرة من أحمد إلى خارج أرضية الملعب، الإبعاد لهذه الكرة، غادرت أرضية الملعب حتى الآن والمباراة مستمرة. بالراس بالوسط هي الآن للاعب معين أحمد وفابريس قريب، فابريس يعيد الكرة للحارس رضا عبد العزيز، رضا عبد العزيز نقلة للاعب أحمد نعيم، أحمد نعيم يلعب الطويلة من أحمد نعيم هناك بمنتصف الملعب، وبنقلة هناك عند اللاعب مرتضى قريب ومن مصطفى معا. مصطفى يحاول أن يهيئ الأمور وأعاد الكرة لرضا عبد العزيز، من رضا عبد العزيز بهذا الأسلوب بنقلة طويلة، أكثر الكرات التي تلعب بهذا الأسلوب الطويل. يونس يلعبها، سفيان يحاول الآن، سفيان سدد وبنقلة لا زالت مستمرة قائمة لنادي النجف، بل عادت أحمد نعيم، الخطورة لا زالت مستمرة لنادي النجف بهذه التصويبة التي عدت من سفيان وعادت عند اللاعب فابريس يلعبها بهذا الأسلوب. وهنا الارتقاء، هنا الإبعاد يأتي، تتخلص الكرة وللأمام، هي تعود بوسط الملعب وعند اللاعب البديل بهذه التصويبة. عدت يا مندي بعد تمريرة اللاعب شبر علي، مندي سدد بقوة وغادرت أرضية الملعب. الكرة ذهبت بعيدة يا مندي،
غادرت أرضية الملعب. لا شيء للنجف ولا شيء للكهرباء. شاهد أخطأ بتلك الكرة علي خالد ومررها بهذه التصويبة من سفيان، كانت بتلك التسديدة الرائعة لكنها لن تصل لمرمى الحارس أمجد. وبهذه الكرة التي عدت الآن ممكن أن تكون أو لا تكون، تنقطع وتعود من مصطفى بالوسط هناك لعلي، عادت بنقلة أخرى فابريس يقطع الطريق لمصلحة النجف. الآن بناء هجوم لمصلحة نادي النجف عن طريق اللاعب مصطفى بنقلة من معا ومرت للأمام، هي تصل عند الحارس أمجد رحيم. يا أمجد يلعب أمجد وتأتي صافرة حكم المباراة. طلع عن نهاية أحداث اللقاء بالتعادل سلبا من دون أهداف. لا شيء لنادي النجف ولا شيء لنادي الكهرباء. بالأخير يبقى النجف والكهرباء حبايب ويتقاسمون نقاط هذه المباراة، نقطة لنادي النجف ونقطة لنادي الكهرباء. شكرا للفريقين، قدما مباراة جميلة، مباراة رائعة، مباراة ممتعة لكنها كانت خالية من الأهداف. على أمل أن نلتقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى. تقبلوا تحياتي معلق المباراة حسين الساعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.